هذا حساب اللي انسرق يا اخوان. شوفوا العظمة. شوفوا تفرج. مرحبا يا اصدقاء، معكم محمود ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا الفيديو اليوم انا حسابي مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو انه حسابي انسرق. طيب حسابي كيف انسرق شلون؟ والله يا اخوان هلا بحكي لكم القصة بالفيديو. هلا خلينا نستعرض الحساب الجديد. هذا اشتريت حساب جديد، ليفل الحساب 61 راح يصير 62. هاي الحساب يا اخوان. طيب هلا حسابي انسرق، كنت على اساس بدي ابدل واحد حساب فيربات ثاني. طبعا حسابي يعني كان صراحة حاط انا عليه مصاري، حاط عليه ما يقارب ال 500 لل 600 دولار. شاحن فيه سلاحين ماكس، حاط فيه اسلحة بتخوف. ايوه هلا بورجيكم. يا هذا الحساب انا اشتريته جديد، فيه 35 رقصة. طيب يا اخوان انا شحنت فيه البويا باس، ما كان هو مشحن فيه ولا بويا باس، بس فيه باسات قديمة فيه. ايوه الحساب يا اخوان. عندك بوكس. طيب يا اخوان ترى هاي السيارة الخضرا قديمة. ترى يا اخوان في اكثر من دليل انه الحساب قديم، بس الحساب لسه ما طبق شعار ال4 سنين، لسه بده شهرين ويطبق شعار ال4 سنين. في المسف 17 تبع الباتل رويال، وفيها الكم شغلة هون. اي حسابي. هي الحساب يا اخوان. طبعا يا اخوان الاسم هذا الحساب صاحبي اشتريته منه، وهذا حسابي كنت العب فيه. كنت مسميه محمود ام ار، كان هو قائد الكلان. ليفل الحساب 61، شاحن فيه كل الفيربسات. شوفوا يا اخوان فيربسات قديمة كلها مشحونة، وبويبسات كلها مشحونة، كله كامل يا اخوان. مشاهل عليه يعني، حاط عليه الصراحة والله انه مصاري. الاي دي تبعه 110379330. بلعب بحساب فيه شعار ال4 سنين، راح يصير فيه شعار ال5 سنين. موصل انا 4 مرات كلاش سكواد، 5 مرات باتل رويال. الاسلحة شوفوا يا اخوان. هذا الحساب يا اخوان سرقه واحد مغربي، اللي سرق لي الحساب واحد مغربي. يا اخوان شوفوا هذا الحساب. هاي الحساب جديد اللي انا اشتريته يا اخوان. انا شحنت فيه بويا باس، وشحنت يعني ما يقارب عليه 20 دولار. الى عنده اسبوع تقريبا الحساب. هاي الحساب يا اخوان. في الحساب 61 حصل 62. يا اخوان يعني صراحة ما يعني والله اول يومين زعلت على الحساب كثير، وهو هذا اول حساب سويته بحياتي وهلا بلعب فيه يعني. وهلا ان شاء الله يعني هذا الحساب راح نبنيه. هو الحساب ضعيف يعني الصراحة، ما انه هالقوة العظمة يعني، بس خلص يعني من ان شاء الله من هاي في سكين اليابوب ان شاء الله بنقويه وبصير احسن. ان شاء الله نضل معكم باليوتيوب. طبعا يا اخوان انا ما توقعت نهائيا انه ينسرق الحساب يعني، ولا يعني ساعة ونص انا بحكي معه وامنت له صوت وكاميرا. طبعا هذا الحكي كان الساعة 1 بالليل، كله كامل يقول لي ان شاء الله وابصر شو. راح سمع عنده مسرق الحساب وراح، وحكيت له الله لا يسامحك، واتصلت له من اكثر من حساب حكيت معه، دخلت معه بسكواد وحكيت له انا. طبعا انا فعلت يا اخوان على حساب مقبرة، وخلص مقبرة يعني ابدية ما بتنشال نهائيا يعني، ولا باي حال. فعلت عليه مقبرة ابدية، لانه في مقبرة مؤقتة وفي مقبرة ابدية. فانا فعلت عليه مقبرة وخلص الحساب اصلا تبند يعني. انا فعلت عليه هكر من برا، وشكيت على الحساب وخليته تتبند عشان ما يتم فيه الحساب. بس انا قبل ما ابنده حاولت ارجعه باكثر من طريقه، اكثر من هاي. حكوا لي لازم تفعل سيرفر الهكر، في عندنا محل تلفونات حتى يفعل لك سيرفر الهكر بتكلفك الشغله 50 دولار. حكيت انا بدي اقعد ادفع 50 دولار مره واحده هيك، فحكيت خلص حرام يعني الصراحه، ورحت اشتريت هذا الحساب. هذا الحساب يا اخوان كلفني 15 دولار. انا صراحه عجبني سعره يعني كويس هو،
والحمد لله هيني هسه ان شاء الله مقويين ونضل معكم باليوتيوب. ويعطيكم العافية يا اخوان، وفجروا لنا وصلوا لنا المقطع 10,000 لايك مرة واحدة. وصلوا لنا المقطع 10,000 لايك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.